السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أشرف المرسلين. أهلا بكم على قناة عبودي، معكم من جديد لجديد. يلا بينا على أبو قير. احنا دلوقتي ماشيين داخلين على منطقة أبو قير. دلوقتي زي ما احنا شايفين ده السور بتاع منطقة المنتزه، ده قصر المنتزه. واحنا شايفين بقى احنا هنعدي بقى من الكوبري من تحت كده، داخلين على منطقة المنظرة. واللي احنا شايفينه ده المترو الجديد اللي بيتعمل في اسكندرية. دي بنيجي حد المنطقة دي اسمها منطقة المنظرة. بصوا يا جماعة، شايفين الكوبري اللي فوق ده مش كوبري، ده المترو الجديد اللي بيتعمل. ومنطقة المنظرة هنبدأ منها على أبو قير، وهنخش دلوقتي ان شاء الله على ابو قير عشان نوريكم ادي منطقه ابو قير. طبعا احنا عارفين ان ابو قير شرق مدينه اسكندريه وبتطل على البحر المتوسط، ومشهورة جدا. يعني أبو قير دي كانت في العصر القديم كانت مسميها الأنبا كير، على اسم قديس كان مشهور وعايش هناك اسمه الأنبا كير. وأبو قير شهدت معركتين مهمين جدا، معركة أبو قير البحرية ومعركة أبو قير البرية بين الجيش الفرنسي والقوات العثمانية، ولها تاريخ كبير يعني. وفيها دلوقتي بقى تطويرات، وهيتعمل فيها زي ما احنا شايفين كده كورنيش جديد، وهيتعمل فيها مشاريع عملاقة. اتطورت بشكل ملحوظ. احنا شايفين دلوقتي احنا داخلين على منطقة البحر. البحر انت زي ما انت شايف كده، انت داخل كده على منطقة البحر، في مطاعم سمك على الجنبين، زفير، وفي عندنا سيفن سيز. وده الشاطئ اللي انت هتخش فيه. يعني دي شواطئ كتيرة جدا. ده شاطئ تمنه طبعا 15 جنيه، تمنه مش كتير قوي يعني، فلوسه مش ياما. يعني ممكن تصرف 15 جنيه في الدخول، ده للشخص الواحد. بتاخد طبعا شمسية وبتاخد ترابيزة، ده للشخص الواحد. المنطقة جميلة جدا بعد التطوير بتاعها وردم مسافة كبيرة جدا في البحر. طبعا المنطقة دي خليج أبو قير كانت لها تاريخ كبير جدا، وفيها شهدت حروب كتير يعني. بصوا يا جماعة، احنا شايفين دلوقتي كل المباني اللي انت شايفينها دي بقت عبارة عن شقق للمصطفين. يعني اي حد مصيف عايز يجي بيأجر شقة، طبعا بتطل على البحر. الجو هناك ممتع جدا، ناس طيبين جدا. احنا دلوقتي داخلين على الشاطئ زي ما انتم شايفين، شاطئ رملي. ابو قير مشهورة جدا بالشواطئ الرملية، فيها شواطئ رملية مساحتها كبيرة جدا. وبير شعبها طيب ومضياف، والحاجة فيها مش غالية، يعني الحاجة فيها تعتبر رخيصة. احنا داخلين دلوقتي على منطقة البحر. طبعا البوابة اللي احنا شايفينها طبعا في كذا بوابة وكذا بحر، يعني كذا بوابة يعني بتخش منها، بتدفع تذكرة ب15 جنيه. بصوا يا جماعة، الجو جميل جدا. طبعا دي احنا مصورينها الصبح علشان نوريكم بس ايه الجو الهادي الممتع قوي. بتاخد شمسية وبتاخد ترابيزة وبتقعد ب15 جنيه بس، يعني مش كتير يعني. وهادية جدا يعني. بالنسبة للشواطئ التانية اللي في اسكندرية فيها زحام شديد، لكن هنا بتيجي بتستمتع وبتيجي تنبسط، وبتشوف المية بتاعتها مية صافية جدا، ما فيهاش اي شيء. زي ما احنا شايفين ناس بتيجي تستمتع، والشاطئ كبير جدا بيستوعب اعداد كبيرة قوي. طبعا ده كله كان الصبح، يعني في حدود الساعة 10 8 حاجة كده يعني. في الصباح يعني ما بين 8 ل10. الشاطئ هادي جدا، عندك اطفال بينزلوا يلعبوا، ما تخافش عليهم خالص. بص العمارات بتطل كلها على البحر. هيتعمل هنا منطقة كورنيش، كورنيش جديد اسمه كورنيش ابو قير. هي داخلة لسه في التطوير، يعني لسه لحد دلوقتي داخلة في التطوير. فابو قير بتتطور، يعني بتتطور يوم عن يوم. هتخش هنا مش هتصرف فلوس كتير، يكفي بس انك تعمل بس شوية حواوشي اسكندراني، وهنوري لك دلوقتي يعني ايه حواوشي اسكندراني. يعني انت بص، احنا طبعا هنشوف الحواوشي اسكندراني، هنشوف الفطير، بس خليك معايا لنهاية الفيديو. دي المنطقة
طبعا ايه بتبعد شويه عن المنطقه اللي احنا كنا موجودين فيها، بس كلها ستايل واحد، يعني كلها مكان واحد، الشماسي كلها واحده. وكذا بوابة ممكن تخش منها. السعر موحد 15 جنيه بس. يعتبر بالنسبة دي شواطئ عامة، شاطئ عام أبو قير. يعني أبو قير مشهورة جدا بالشاطئ العام بتاعها، شاطئ كويس في امكانيات. ده بقى منطقة السوق، وده جامع اللي احنا شايفينه قدامنا، وده بقى الحواوشي الاسكندراني. ادي الحواوشي الاسكندراني عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن عجين، هو عجين بتحط فيه لحم وبتطبقه بنفس المنظر كده، بيخش الفرن وبيطلع تمنه مش غالي. يعني النهاردة لو انت جبت كيلو لحم مفروم ممكن يقضي بتاع حوالي مثلا 15 نفر، 10 تنفار كده. يعني لو عملت حواوشي هيعمل لك مثلا 2 كيلو، يعمل لك بتاع حدود 30 رغيف، 35 رغيف، هتاكل وتنبسط. ده بقى معلم الفطير بقى، المعلم بتاع الفطير الاسكندراني. الفطير ده تمنه برضو مش غالي، في حدود 20 جنيه، مش كتير قوي. طبعا الناس كلها عايزة تاكل عيش، شعب طيب مضياف، حاجته مش غالية مقارنة بالسوق اللي موجود بره. الحاجة فيه مش غالية. ابو قير اتطورت يا جماعة، اتطورت كتير جدا. هنا بيرش مية على العجين. الحواوشي مختلف في القاهرة عن اسكندرية. اسكندرية بيتعمل زي عجين زي ما احنا شايفين كده، بتاخد القرص بتاع الخبز، بتحط فيه اللحم، وبعدين تطبقه بنفس المنظر، يغرز فيه كده، وبعدين يرشوا ميه، وبعدين يدخلوا الفرن. هنشوف دلوقتي ازاي العيش طالع بقى، حاجة جميلة جدا جدا جدا. اهو هو دلوقتي بياخد العيش. طبعا ايه العجين، هو عجين. القاهرة بيعملوه بعيش، يعني عيش مستوي، وبعدين يحط فيه اللحمة ويعيد تاني دخوله الفرن. لكن هنا لا، اسكندرية عبارة عن عجين بتحط فيه اللحم وبعدين تحطه في الفرن، وتبتدي بقى تاكل بالهنا والشفا، وتجيب شوية بيكلس مخللات كده. خلاص يعني مش هتصرف كتير، 15 جنيه و2 كيلو لحم. لو انت مثلا 15 نفر، 2 كيلو لحم، وبتعملوا حواوشي بنفس المنظر كده، وهتاكل وتنبسط مع حاجة ساقعة وخلاص. يعني مش هتصرف كتير. اهم حاجة في الخروجات اللي هي المصروف العالي. في الوقت اللي احنا فيه ده اكيد بتدور على خروج بتمن اقل، بشيء اقل. فده موجود عندنا في منطقة ابو قير، منطقة هادية جدا تحس بيها في عبق التاريخ. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة؟ بيعمل عرض حلو، شو جميل للفطير. طبعا احنا هنشوف العيش دلوقتي وهو طالع من الفرن. احنا طبعا رحنا، والعيش ده تبعنا احنا، يعني مش تبع حد تاني. ايوه عمال يضحك اهو مبسوط وسامع كلام، بقول له بتاعنا يا عم مش بتاع حد تاني. طبعا هو ايه شغال. ناسها ناس طيبين قوي، فيها مطاعم سمك كتير، فيها اسواق، كل حاجة اللي فيها رخيصة. مطاعم سمك، احلى سمك ممكن تاكله في ابو قير، لان ابو قير دي منطقة اسمها خليج ابو قير، فيها اسماك وفيها حاجات حلوة كتير زي ما احنا شايفين. وفي طبعا افران واسواق، والحاجة فيها رخيصة جدا. الخضار رخيص طبعا، كله فريش، الفواكه رخيصة وفريش. انت تروح في بصوا يا جماعة، احنا طلعنا العيش اهو زي ما احنا شايفين. ده العيش الاسكندراني، الحواوشي الاسكندراني. وسع وسع ويلا بينا على الحواوشي الاسكندراني. بصوا يا جماعة، العيش طالع بسم الله ما شاء الله، مش محروق ولا شيء، شكله شكل واخد لون ذهبي كده جميل. ألف هنا وصحة كده علينا إن شاء الله. بصوا يا جماعة، ده عبارة عن كيلو لحم، عمل ده كيلو، يعني ده 2 كيلو بالظبط. يعني 2 كيلو عمل في حدود 40 رغيف زي ما انتوا شايفين كده. قضى حوالي 15 فرد. يعني لو كل واحد خد رغيفين من دول اهو اكل. لو 10 تنفار هياخد كل مثلا واحد ايه 2 او ياخد 3، هيكفي، لان العيش ده يعني مليان من جوه لحم يعني. تمام، مش معمول كده خفيف، لا تقيل. طبعا الحواوشي الاسكندراني، اسكندرية مشهورة جدا بالحواوشي الاسكندراني، وده محل 7 سيز.
طبعا ده مطعم اسماك اسمه سيفن سيز. ابو قير مشهورة جدا بمطاعم السمك، اسماك فيها رخيصة جدا. ده طبعا قريب جدا من الشاطئ زي ما انتوا شايفين كده، يعني ده بيبقى قريب من الشاطئ جدا. رجعنا تاني بعد ما عملنا الحواوشي بتاعنا وجبناه وجبنا الحاجات بتاعتنا الباقية. آه وانت داخل كده على الشاطئ بتلاقي فيه مطاعم سمك على الجنبين كده. مطاعم سمك جميلة قوي، رخيصة ومش غالية. وبتخش طبعا الشاطئ بتلاقي مكانك، بتلاقي نظافة، اهتمام، الناس طيبة قوي. بصوا دي مطاعم سمك كلها، وكل طبعا الشقق اللي احنا شايفينها دي بتطل على البحر، مشاريع كلها استثماري. دي بقى حواجز الامواج، ده حواجز الامواج، عشان كده بتلاقي المية هناك صافية قوي وامان، يعني ما فيهاش تيارات ميه ولا شيء. المكان راقي قوي، تحس كده بعبق التاريخ فيه، يرجعك كده وانت قاعد بتحس كده براحة نفسية. دي حواجز طبعا، دي لسه في البداية، يعني لسه بتتطور، يعني لسه هتتطور تاني، مش هتساب كده طبعا، لكن دي لسه هيتعمل عليها زي طريق كده ان شاء الله، باذن الله طريق حلو كده. وطبعا احنا فيديوهاتنا حلوه كتير، واهلا بيك في اسكندريه يا كبير، وتشرفونا دايما في اسكندريه ومنطقه ابو قير. منطقه جميله جدا فيها جزيره نيلسون. بصوا يا جماعه هيتعمل فيها ايه، شاطئ كده، ده هيتعمل فيه كورنيش. اسكندريه بتتطور، ابو قير اتطورت ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.